عشان ندعم الميه لهذه الشبابيك. الكهرباء مكانه، لان بتيجي تفتح في مولدات كهرباء برضه في كل مدينه، لكل قريه من قرى الشلاتين. بالنسبه للتعليم، استاذ مصطفى مدير مديريه التعليم، احنا ما عندناش عجز في المدارس هناك. احنا لدرجه ان احنا في جواب بيتعرضوا الاخوه، ما اعرفش كم المعلومه دي. احنا بعتنا بقى لوزاره الدفاع ان احنا تكليف التخصصات اللي هي ناقصه فيها الطلب مننا المدرسين فيزياء الثانوي العربي. فانا بعت لوزاره الدفاع ان هي تملك لي فرض يعني افراد مجندين في الوحدات اللي هناك يدرس ماده الفيزياء في المدارس الثانوي. يمكن مع الانتخاب المهم احنا بعتنا لوزاره الدفاع لتدريس مدرس فيزياء كان يكون بكالوريوس علوم قسم فيزياء للتدريس في مدرسه الشلاتين. البنات على مفروض جايب يومي للافراد عشان تيجي تتعلم. لما كنت انا مع ست محافظ في زياره الجنوب، زورنا الجنوب، ست محافظ صدر المحافظه في شهر 9، طلعنا مرتين انا وهو، طلعنا مره في شهر 10، طلعنا مره ثانيه في شهر 11، وصلنا لغايه ابعد القرى اللي موجوده في الشلاتين، حته اسمها فرشاه. لكن يعني يمكن تكون لكن قرى الشلاتين شفنا الناس عايشه. طبعا صعوبه يمكن الاخوان تعرضوا للحته دي، صعوبه ان احنا نوصل الكهرباء والميه لقرى متباعده جدا. في عربيات ميه هناك بتوصل الميه لكل الناس. يعني في قريتين اسمهم ابرز والجاهليه، على مسافه حوالي الجاهليه ده على 60 كيلو في الجبل جوه، والتوابع بتاعتها عايزه عربيات الميه بتاعت شركه الميه بتاعت مجلس المدينه توصل الميه لحته الناس. الكهرباء عشان نبقى عارفين، شفنا منظر احزاننا جدا. خط كهرباء الشبكه الموحده بتاعت الناس العالم حدود 320 كيلو افراد اتسرق الكابل في ظل الانفلات الامني اللي كان موجود بعد الثوره. العرب هناك يروح، كان الطيار وصلت في الشمس، العرب راح ضربوا السلك بالنار، السلك بتاعه وقع اتفضل في الكهرباء، سرقوا الكهرباء. دلوقتي حاليا الفتره اللي فاتت بيسرقوا الافراد. كم وتكلفه جامده جدا في الدوله عشان توصل الكهرباء. كانت القناه الكهرباء هتوصل للشلاتين، وكنا بنعتمد ان احنا نوصل شبكه الكهرباء دي لماده اعلى. بالنسبه للقوائم الطبيه، الاستاذ الحسيني مدير حسابات الديوان العام جايب لي جواب النهارده مذكره بنعرضها على خط محافظ ان احنا من كتر القوائم الطبيه مش بالحقيقي نصرف عليها اللي راح عملت هرب والشلاتين. العلاقات في جمعيات سهله زي مصر الخير. النهارده كان بيبلغني رئيس مدينه الشلاتين ان جمعيه مصر الخير النهارده كانت كراتين مواد غذائيه لمدينه الشلاتين، تقريبا حوالي 6000 كرتون مواد غذائيه. النهارده كنت لسه وانا ذاكر المحافظات هنا، كان بيبلغني فيه مستقبل راح عنده 6 مراكب هيصطاد سمك من هناك، هيديني 6 طن سمك كل اسبوع، هجيبه من الغردقه هنا يتباع بثمنه. لسه انا ذاكر الارض يوم السبت على الحد ان شاء الله هضربنا وعربيه ثلاجه هتجيب 6 طن سمك ان شاء الله. فالجماهير خير والمحافظه خير. كل اللي احنا بقى لنا واحد لسه في التوابع بعيد ومراش المستشفى شباب العضو لما الدكتوره مجلاء ممكن تقول لنا على حاجه القوافل الطبيه اللي بتروح الشلاتين.